القوات العسكرية الذي المتواجدة في الوادي والصحراء في سيئون. يعني هل عليمي عيوجه بأمر أن هذا ارتفع؟ مش معقول عيكون في القائمة السوداء أمام القوات الذي يترأسها الذي اسمها الشرعية، والذي بيضحك على عقله عيدروس الزبيدي يطلب بارتفاع القوة بأنها آخر معقل لقوات الشرعية والقوات المسلحة، حتى وإن اختلفت مع قوة صنعاء، ولكن في البداية والنهاية نحن أخوة وهي قوة واحدة. وهناك على ما أعتقد، وهذا يعني تحليلي، بأن القوات الذي في الوادي والصحراء في الأيام القادمة سوف تضم صنعاء وتعلن انضمامها، والناس بيرجعوا إلى طاولة الحوار مهما كان الثمن ومهما تحاربوا، وندعو التوحيد الصف ضد قوات الرد والانفصال، ضد قوات العنصرية، ضد قوات من قتلوا أبناءنا وأخواننا وآباءنا في طور الباحة في محافظة لحج. حولهم العنصريين على أساس يهددوا أبناء المحافظات الشمالية ما يدخلوش المناطق الجنوبية. هذا ما حبينا نرسل الرسالة هذا، وتحياتنا لكم في أمان الله. دمتم بخير.